طبعا انت حياتك كلها شغل وتعب، بس كل ما تيجي تسأل نفسك اخر اليوم او اخر الشهر انا حققت ايه، تلاقي نفسك مش قادر تجاوب. فلو انت بتواجه الاحساس دوت يبقى انت محتاج تفهم السر ورا وهم الانجاز وازاي انك تخرج منه بحلول عملية وفعالة. فالحلقة ديت هتغير حياتك، واكيد انت سمعت الجملة ديت في فيديوهات كتيرة جدا، بس اوعدك ان الفيديو دوت هيفرق معاك فعلا. بس عايزك تركز فيه وتفضل لاخر الفيديو. وتعالى نتكلم على الاسباب اللي بتخليك بتحس بوهم الانجاز. ورقم واحد، التركيز على الانشطة بدل النتائج. فكتير مننا لما بنبدأ يومنا واحنا مليانين بالطاقة وعايزين ننجز حاجات كتيرة جدا، لكن المشكلة ان الحاجات ديت بتبقى انشطة، يعني مش بتأدي لأي نتائج واضحة. زي مثلا انك ممكن تقضي يومك كله في ترتيب المكتب، او انك تجهز قائمة كده بالحاجات اللي انت عايز تعملها بدل ما تركز على المهمة الأساسية. تفضل بس تهتم بالشكل الخارجي، انا شغال، بدل ما تسأل نفسك شغل ده بيعمل ايه. هبسطها لك وما تقلقش. فخليني اسالك سؤال، ازاي تعرف الفرق؟ كل اللي عليك انك تسال نفسك، هو اللي انا بعمله دوت بيجربني من الهدف الكبير بتاعي، ولا هو مجرد شغل على الفاضي؟ يعني الحاجات اللي انا بعملها ديت بتساعدني ان انا اوصل للهدف الكبير اللي انا نفسي اوصل له؟ فلو هي بتساعدك يبقى كمل في الشغل الحاجات ديت، لو مش بتساعدك يبقى كل اللي عليك يا صاحبي انك توقف شغل فيها، لان هي مجرد شويه انشطه بس انت بتعملها. تاني سبب وهو التشتت وعدم التركيز. في عصرنا الحالي مليان مشتتات، زي اشعارات الموبايل اللي هي بتقطع تركيزك كل شويه، او السوشيال ميديا اللي بتستهلك وقتك بشكل غير واعي، او انك تقول ايوه لاي طلب حتى ولو مش من اولوياتك. طب ليه ده خطير؟ بص، المخ مش بيعرف يركز على اكتر من حاجه في نفس الوقت، فكل مره انت بتشتت فيها نفسك بتضيع وقت ومجهود. فمحتاج انك تركز على مهمه خلصها، ابدا في المهمه الثانيه، لكن ما تحاولش انك تعمل مهمتين في نفس الوقت، كده انت هتشتت نفسك ويعني هتفقد التركيز. ثالث سبب وهو السعي للكمال. يعني مثلا ممكن تكون بتصور فيديو وبتقول انا مش هنزل الفيديو دوت علشان لسه مش كامل، مش هبدا مهمه ديت غير لما تكون يعني عندي كل حاجه جاهزه. طب ايه النتيجه؟ ببساطه ان انت ممكن بتاجل الحاجات المهمه وبتعمل حاجات صغيره علشان تحس بس انك يا دوبك شغال، بس الحقيقه انت معطل نفسك. فخلي بالك جدا من الحاجات اللي انت بتشتغل عليها، وبنركز جدا في الحته ديت. رابع سبب وهو الانشغال باشياء ثانويه او عادات سيئه بتضيع وقتك في حاجات سهله وسريعه، زي مثلا انك تتابع الاخبار، او الرد على ايميلات او رسائل ملهاش اولويه، او انك بتدخل في تسويف المهام الصعبه وبدايه السهل بس عشان تحس انك يا دوبك بدات. طب ده ليه تاثير نفسي. عايز اقول لك برضو ان المخ بيفرح بحاجات سريعه، وده بيغريك انك تعمل حاجات سهله على حساب الحاجات اللي هي هتفرق فعلا معاك. خامس سبب وهو غياب الهدف الواضح. فلو انت مش عارف انت بتعمل ده كله ليه، هتحس دايما انك تايه ومهما اشتغلت. فممكن تشتغل علشان تخلص شغل العميل او الوظيفه المعينه اللي انت شغال عليها، لكن عمرك فكرت انا ليه بعمل كده؟ والهدف الاساسي في حياتي ايه؟ عود نفسك انك تفتكر دايما الهدف الكبير اللي انت حاطه وعايز توصل له، علشان اي مهمه ان انت بتحاول تاخدها تكون بتوصلك للهدف الكبير بتاعك. طب يا عم احنا اتكلمنا دلوقتي على الاسباب اللي بتخليك بتحس بوهم الانجاز. في حل؟ طبعا في حل، ركز معايا. رقم واحد في الحلول قاعدة ال80-20، قاعدة باريتو. ف80% من النتائج بتيجي من 20% من الجهد. فحدد أهم نشاطين أنت ممكن تشتغل عليهم النهاردة اللي هيعملوا فرق حقيقي ولو بدأت فيهم، وتبدأ فيهم حالا. رقم 2، تقسيم المهام وتحديد الوقت لكل مهمة. يعني إنك تقسم يومك لنص ساعة أو ساعة لكل مهمة، ويا ريت تستخدم المؤقت التايمر علشان تلزم نفسك بيه. على سبيل المثال لو أنت عندك مهمة مثلا إنك تكتب حاجة معينة، حدد إنك تكتب لمدة 30 دقيقة حتى ولو مش كامل، وتعلم تشتغل في وقت محدود. انا اشتغل من الساعة 5 للساعة 6 في كتابة مقال معين، وتلزم نفسك بالوقت ده. رقم 3، ازاي تقلل المشتتات؟ بكل بساطة اغلق الاشعارات اللي على الموبايل وقت الشغل، واستخدم تطبيقات زي فورست علشان تقدر تساعدك انك تركز. الخطوة المهمة بقى، حدد وقت مخصص للسوشيال ميديا، زي مثلا 10 دقائق بعد كل ساعة شغل، وكأنك بتكافئ نفسك بيها. رقم 4، قاعدتين بسيطين جدا للإنتاجية. قاعدة الدقيقتين، يعني اي مهمه ممكن تخلصها في دقيقتين اعملها فورا. وقاعده ال3 اسئله، فقبل ما تبدا اي شغل اسال نفسك هو انا ليه بعمل ده؟ وهل ده هيساعدني في ايه؟ وهل ممكن اقول لا واركز على حاجه اهم؟ فركز جدا في القاعدتين دول. لو الحاجه دي تنفع تخلص في دقيقتين اعملها فورا، وما تنساش تسال نفسك ال3 اسئله. خامس حل وهو تحديد الهدف الكبير. خد وقت اسبوعيا واكتب ايه اكبر 3 اهداف عايز تحققهم السنه دي، واشتغل يوم بيوم عليهم. ومش لازم يكون الهدف ضخم وواو
واو حاجه كبيره جدا. ممكن حاجه صغيره انك مثلا زي تتعلم مهاره او انك توفر مبلغ معين. رقم 6، راجع نفسك كل يوم. فقبل ما تنام اسال نفسك ايه اللي انا انجزته النهارده واكتب. طيب هل اتقدمت خطوه للهدف بتاعي؟ اكتب. ولو انا مشيت بنفس الطريقه ديت الشهر الجاي هل هبقى مبسوط؟ اكتب الحاجات دي كلها في ورقه وخليها قدامك وراجع عليها دايما. ولو شايف في تقدم وفي تطور يبقى استمر في الخطوات والحاجات اللي انت بتعملها. في النهايه يا صاحبي وهم الانجاز مش مجرد شغل كتير، هو بس انك تضيع وقتك ومجهودك على حاجات مش بتفيدك. فلو عايز تحس بانجاز حقيقي لازم تركز على الهدف وتحط اولوياتك وتلتزم بخطوات عمليه زي اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده. يلا بقى شاركونا بتجربتكم، هل بتحسوا بوهم الانجاز؟ وايه اكتر حاجه انتوا شايفينها ان هي عائق قدامكم؟ انا كده خلصت الفيديو. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه وتعمل شير كده، خلي الفيديو يمكن يوصل لواحد حاسس بوهم الانجاز. ولو محتاج ان حد يسمعك او يتواصل معاك هتلاقيني سايب لك كل لينكات التواصل بتاعتنا في وصف الفيديو. مش عايزك تتردد في اي وقت انك تدخل وتبعت لنا، هتلاقيني برد عليك على طول. كمان لو في كتاب معين انت حابب تسمع التلخيص بتاعه سيبه لنا في التعليقات، وانا كل اللي عليا هجيب الكتاب دوت واقراه لك وهقدم لك تلخيص. وانا كده هكون بوفر عليك وقت ومجهود ومال في انك تروح وتشتري الكتاب، فهقدم لك الخلاصه. لو عجبك الكتاب يبقى تشتريه، لو ما عجبكش يبقى خلاص انا وفرت عليك. فانا مش عايز منك غير انك تشترك في القناه، واشوفكم في الفيديو الجاي وفي كتاب جديد. سلام.